بص يا اسطى، انا محتاج دماغك النهارده. يعني الفيلم غموض بس هو بيحتاج الدماغ. حمسك صح؟ باين ان انت اتحمست. طب ما تعمل لايك. لا ما اتحمستش لللايك. خلاص نبدأ الفيلم. يبدأ الفيلم أثناء الليل، وهناك ما نقتحم منزل عائلة كونروي. فإلى ذو 6 سنوات صحت من نومها، فإلى لقت باب مفتوح ومفيش أي حد في الممر بتاع البيت. فقامت الولية تشوف هي هناك ظل موجود وبيحوم في البيت. فالبنت جرت في ناحية أوضتها في خوف وقفلت الباب. ولما رجعت الأوضة لقت شخص في الظلام بيقول لها ما تتكلمش. هي مش شايفة مين، يا دوبك شايفة واحد بنضارات بيقول إن هي مش ملعونة لأنها هي خطيئة، مش فاهمة أي حاجة. فقال اسمها. قالت له انت عرفت ازاي؟ فقال لها ان اقل وصف ليه يسمى الديكشنري وبيعرف كل حاجه. لسه الراجل هيقول حاجه مهمه فتصحى الى مفزوعه من النوم، ويطلع ان ده حلم او كابوس. افتكرت نفسها انها في امان، بس تلاقي راجل وراح ماسكها من رقبتها ورفعها فوق السرير. البنت مش قادره تتنفس وتتكلم، والراجل بيسالها عن ابوها. فابو إله ويسمى سيدور يصحى مفزوع من الكابوس. فصحي من النوم وراح الحمام ياخد شويه حبوب منومه. فتاني يوم قعد بيروق باله قدام حمام السباحه ويسمع الحريميه اللي بتقعد بقى انت فاهم مش تتكلم تقول لك ايه بتاع الاسمر اللي بينام ده، ومنه كان كلام بتاع احلام. فاللي بيتكلم كان بيقول ان الكوابيس العقل بيصنعها علشان يريح نفسه من الضغط بتاع اليوم. ففي صوت مكالمه قطعه، وقام قال لمراته ان المكالمه جايه ليها. فاقترحت عليه ينزل يعوم شويه علشان يرجع فريش. فقال لها ان هو بيفضل يفضل هنا. ضحكت مراته من الرساله اللي جات لها وقالت له ان هو يحتني الى باقي اليوم. فوافق. فقالت له طب يبقى وصلني النهارده. فرفض بقى واحترض لانه عنده شخصيه. قالت له خلاص يبقى هي هتشوف حد تاني يوصلها. وراحت تقرا رسايله وكانت منشكحه برضه، بس زوجها ما اهتمش وكمل يسمع اللي بيسمعه. زوجة ابننا ممثله، فراح ان هو يزورها في مكان التصوير، بس رفضوا انه يدخلوه علشان ابوها كان عمل مشكله قبل كده. فقال لهم ان هو غير، بس للاسف قعد يتابع المشهد رومانس مراته بتعمله وهو مركب قرنين ومستحمل. في غضب اكتر لما بتاع الكانتين دخل وهو لا. المهم اخيرا دخل. فمراته اعتذرت له عن المشهد وقالت له ما تخلكش اوفر شويتين، وقالت له معلش برضه ان هم ما دخلوهوش لان هو افتكروه خطر زي ابوه. اصل ابوه كان جه عمل زيط هنا قبل كده، بس ما يقلقش هي حطته في قائمه السماح بحيث لما يجي يتفرج عليها تاني وهي بتلبس يعرف يدخل. وبعدين الاتنين حجزوا مكان للاجازه عشان يهدوا فيها ويهيئوا اعصابه ويبقوا ريلاكس. فمراته كانت اللي بتسوق ومش متعوده على السواقه في الطريق ده، وإلى مش حاسه بفخدها طول الرحله. وقالت لابوها بما انك اكبر من الحاجه فانت هتموت قبليها. فقال لها ان هو لسه ما عجزش يعني عن الرغي ده. فمن الكلام الكتير مراته ما كانش مركزه فخبطت عربيه على الطريق، وقررت انها تبدل مع جوزها ان هو اللي يسوق مش هي. وقالت له يبقى كلم البنت عن الجنه بدل سيره الاموات. راح البيت الضخم اللي هم اجروه، وإلى كانت متحمسه بجحود البيت. النجيله نفسها متحمسه، العائله قالت برضه مش بطال، والبيت في الحياه شكله احسن من الصور على النت. ومراته كانت زعلانه ان مفيش شبكه في البيت ومش هتعرف تعمل مكالمات. فزوجها قال لها ان احنا جايين نريلاكس في المكان مش محتاجين موبايلات. لسه الزوجه بتبحث في المكان عن مكان شبكه، وزوجها قال لها ان المستاجرين السابقين خدوا كل حاجه ما سابوش فسفوسه. وراح لبنته إلى يكمل معاها الكلام بتاع الموت ويقول لها بعون الله لما ندخل الجنه هنتقابل من تاني مع بعض. ولسه بقى بيديها شويه نصايح، فتيجي مراته وتقاطعهم وتطلب منه بنته انها تطلع تنام فوق. ورب بقى لوحده وحيد. بالليل إلى قاعده بتلعب بالظلال بتاعتها قبل ما تنام، بس في ظل غريب ظهر من شخص على الحيط. بس ابوها جه عشان يطمن عليها، وقالت له انها لسه شايفه ظل غريب قبل ما هو يجي، بس ما خدش كلامها على محمل جه، ولا يمكن بتلعب وقام قفل النور وما يعرفش ان في حد موجود في المكان. سيو طلب من مراته انها تبقى تكلم صاحب المكان عن المنظم بتاع الحراره اللي تحت بايظ. فقالت له الله طب ما تقول له انت ولا تبعت الطلب انت. بس قال لها ان عقد الايجار باسمها فما ينفعش حد يبعت الايميل غيرها. وكانوا عاملين زيطه في المكان ومش عارفين انهم مصحين بنتهم وقاعده بتتفرج عليهم من بعيد. ولما راح لبنته كانت جرت على اوضتها، فقال لنفسه انه المفروض كان احترم نفسه شويه قدام البنت. ونزل تحت يشوف كل الانوار اللي شغاله في البيت ويقفل فيها، الا كان لمبه واحده ما عرفش يقفلها. فقرر انه يسيبها شغاله. فراح يكمل رحلته وبحثه في البيت لو في انوار تانية محتاجه الانطفاء. فلقى اوضه منوره وده كان مكتب في البيت. فطفى برضه النور اللي فيه، لقى فيه اوضه تانية منوره فكانت اوضه غسل الملابس، ولقى فيها صوره متعلقه على الحيطه. ولما ركز على الصوره كان فيها شخص في البيت بيحاول يدخل اوضه، فما اهتمش قوي وراح يرجع لاوضته من غير ما يلاحظ ان في نور تاني رجع يشتغل لوحده. ولما رجع لمراته لقاها كانت نايمه، اصلا كانت مستنيه وقاعده بتتفرج على مسلسل فنامت من الملل. غالبا كانت بتتفرج على الضحك الباكي. فحاول يصحيها فصحيت، بس كان نايمه وكانها نامت كتير لان هو كان سابها من 5 ساعات لما هو نزل لتحت. فصحي من النوم على احلام غريبه، ولقى ورقه من مراته بتقول له انها صحت تتمشى مع البنت الى وامها ماشيه بتستكشف الغابه، وهو قاعد في البيت بيقرا بقى عن النظام العلاجي اللي هو ماشي عليه وبيكتب ملاحظاته. والكتاب ده برضه بيقعد يكتب فيه لما بيحس بغضب او اي شعور وحش. الى تسلقت فرع شجر طويل وسالت امها هو ليه في ناس مش بتحب ابوها. بس قبل ما انا ترد عليها البنت اتشقلبت من فوق الشجره. بس انا عرفت تمسك
تمسكها قبل ما تنزل تتكسر على الارض. وانا رجعت لكلامهم اللي قبل ما تقع وقالت لها ان ابوها من زمان كان متجوز واحده يعني اسمها كارولينا قبل ما هي وابوها يتقابلوا. وفي يوم كارولينا دي دخلت تستحمى وخدت معاها حبوب منومه عشان متعوده عليها، ولما خدتها نامت في البانيو وقامت نزلت في الميه ما طلعتش تاني. فساعتها سيو جه ولقى مراته ماتت من غير ما يقدر ينقذها، بس الكل افتكر ان هو اللي قتلها وغرقها في البانيو. فسالت طب وده حصل يعني هل ابويا اللي قتلها؟ فقالت لها لا، وان ابوها انسان بريء ابرأ من انه يقتل اي حد. وقالت لها بعد كده ان ابوها بقى اتشهر بسبب المحاكمات والمحاكم، وده اللي خلى ناس كتير تاخد صوره وحشه عنه. الاب زبل يتسوق في محل على قد كان محل عار، وكان منزعج من بطء كلام الراجل ومش فاهم قوي اللغه الانجليزيه بتاعته. فالراجل صاحب المحل ساله عن شخص اسمه ستار، فقال له ان هو ما عرفش حد بالاسم ده هو يا دوب مستاجر المكان لما عجبه على النت. فبعدين ادى لسيو الفاتوره بس ما رجعلوش الباقي، اداله بس مسدس. وهو خارج قابل واحده ست كان جنب عربيه وبتساله انت اتواصلت مع واحد اسمه ستار؟ فسيو قال لها ان هو اصلا عمره ما شافه علشان يبقى يتواصل معاه. فقالت له خلاص انت ما شفتوش بس هو شافك. المهم لما رجع البيت عرف ان ان حكت لبنته قصته القديمه، وده اللي خلاه غضبان. وكان هو اصلا متفق مع انا ان هيقول لها على حكايته لما إيلا توصل ل7 سنين، بس انا قالت له البنت هي اللي عملها الصدق وبتضغط عليها كل مره. فغضب اكتر وقال لك الحياه بتبقى اصعب لما تتجوز واحده ممثله بتقلب حياتها زي الافلام اللي بتمثلها. فانا خدت الكلمتين على صدرها قوي وقامت غضبت. العائله قعدوا يتعشوا بس ما كانوش سالكين لبعض. فمراته ان سابته وقامت من على الاكل، بس بنته طمنته واظهرت له ان هي بتدعمه. لما انا راحت تستحمى سابت التليفون بتاعها في الاوضه، وده اللي خلى سيو يقلب في المحادثات بتاعتها ولقى رقم غريب مش متسجل، بس كان جاي منه رساله يعني عن الفصل بتاع الرقص بتاع بنته، وما لقاش اي حاجه في تليفونها فقام حاطه على جنب. وفكر ان ممكن يبقى في حاجات في التابلت بتاعها، فحاول يكسب وقت ان هو يكلمها وهي في الحمام وفي نفس الوقت يقلب في التابلت. فخلصت حمامها وخرجت وهو اعتذر لها عن تعصبه النهارده والغضب اللي حصل بينهم. ما هو قلب كيوت لما لقاها مش بتخونه. سيو بالليل ما جالوش نام وقام صحي وقرر يروح يكمل في العلاج بتاع الهدوء اللي بيسمعه، بس ما عرفش لان افكار مراته بتاعت الانتحار لسه بتطرد. وده خلاه ما لاحظش ان انعكاسه في المرايه ما اتحركش، بس هو لاحظ باب سري ما كانش شايف وراه. ولما فتح الباب شاف سلالم نازله لتحت، فكانت نازله للبدروم. نزل هو كمان تحت فكان في اضاءه، ما كانش يعني البدروم مظلم زي ما بنشوف في الافلام، بس كان المكان مهجور وكان باين عليه ان هو قديم. المهم هو بيلف في البدروم في فلاش ضرب مره واحده وظهرت نفس الصوره اللي كان شافها قبل كده في غرفه الغسيل. وبعدين لقى شويه صور ليه هو ومراته وهم نايمين. بعدين بدا يتوتر اكتر لما الدبدوب بتاع بنته إيلا بقى موجود، فافتكر انها اتخطفت هنا. وفعلا لقى بنته موجوده في اوضه جنبه، بس تحس ان هي مبلوله وكانها فضلت تحت ميه شويه حلوين. فسيو قال ان ده كابوس وارغم نفسه انه يصحى، ومراته قالت له ان هي كمان حلمت بكابوس النهارده. فاخدها وراحوا يشوفوا المكتبه اللي فيها الاوضه اللي كانت في حلمه. وبعدين راح اوضه غسيل الملابس وبيحكي الان اللي حصل له في الكابوس وهو نايم. بعدين سالها هو نام امتى امبارح؟ فقالت له نمت على طول، انت ما خدتش وقت. المهم الاثنين كرهوا المكان وقرروا يمشوا منه باسرع وقت ممكن، مع ان إيلا بنتهم كان عاجبها المكان. المهم ان وإيلا بيلعبوا بره البيت، وسيو كان بيحاول يوصل للمستاجر اللي قبلهم، بس شاف مراته بتتكلم في التليفون، بس لاحظ ان تليفون مراته اصلا هو جنبه. فده اللي خلاه يشك ان مراته بتعمل حاجه بتليفونها التاني وان عليه حاجه. فراح يكتب حاجه في المذكرات بتاعته بس لا مكتوب فيها ان المفروض كنت تمشي، انما دلوقتي انت متاخر على انك تغادر. فده اكد له ان امبارح ما كانش حلو. فبعدين راح يواجه مراته وطلب من بنته تدخل جوه، وقال لها انه عرف بشان تليفونها التاني، وقال لها لو عشيقك موجود في البيت قولي لي دلوقتي وريحيني، وانه يكون هو اللي بيعمل كده. فاستعجبت من كلامه، فقال لها ان في حد كتب في المذكرات بتاعته. المهم الاثنين بداوا يتخانقوا ومراته مش عارفه تقنعه، او هو مقتنع بان بينها علاقه مع شخص والشخص ده موجود في البيت، وطلب منها انها تسيب البيت يومين وهو هيفضل موجود مع إيلا وبنته لحد ما يرقوا، وبعد كده يبقى يشوفها يتصالحوا ولا يتطلقوا. وقبل ما تمشي هزقها ان هي انسانه مش مخلصه، وكان قاعد بيراقبها وهي راكبه العربيه وبتعيط على الطريق. الاب وبنته اصبحوا لوحدهم في المنزل، وإيلا وهي راكبه السكوتر بتاعها خبطت في ازازه ووقعت، ولكن اب حنين ما وبخاش ما هزقهاش، هو بس راح حضنها وقال لها عادي. فبنته قالت له انها مش بتحب المكان هنا وبتحلم بكوابيس بالليل، فقال لها ان هو بس متخانق دلوقتي مع امها، بس بكره امها هتيجي بالعربيه وتاخدهم من هنا. بعدين سيو لاحظ حاجه غريبه وهي الميه اللي على الارض، فحب يعمل تجربه وقام رشش شويه ميه كمان، واستخدم المثلث عشان يقيس زاويه الارض والحيطه، وعرف انهم مش متساويين. وهو بيقيس مع إيلا بنته لاحظ ان المطبخ جوه حجمه اكبر عن ما هو موجود بره، فدي حاجه غير منطقيه. فإيلا حست بالبرد وقالت لابوها انا هجيب الجاكيت بتاعي. فكان بيراقبها من الشباك وهي رايحه تخرج من البيت من الباب التاني، وعلى الرغم من ان إيلا خرجت بس ما طلعتش بره البيت. فدخل البيت يدور عليها وافتكرها لعبه منها بتاعت اختباء. إيلا اصلا كانت في ممر مظلم زي الكابوس، وسيو بيلاقي نفسه تايه في البيت، ودخل اوضه ولقى فيها ممر طويل، وفي اخر الممر لقى نفسه جوه المكتب، وفي المكتب لقى الباب اللي شافه في الحلم. لما دخل ما لقاش سلالم زي الحلم، لقى ممر طويل بس. واول لما دخل الباب قفل، وإيلا لقت نفسها في حمام وفي بانيو في نص الاوضه، ولقت في ست في البانيو والميه بتنزل منه. فإيلا سالت المراه لو هي كويسه، بس الست لما بدات تتحرك إيلا خافت وجرت ولقت راجل عجوز قدامها خوفها تاني اكتر. فسيو سمع صوت إيلا ولقاها على السلم بتاع البيت، وهي بنته بتقول انها تاهت في البيت. فالاتنين قرروا يمشوا من البيت، وهو بيرن على مراته وتيجي تاخدهم من هنا. فالتليفون مفيش حد بيرد، فمضطرين بقى يستنوا.
فسيو رن على المحل علشان صاحب المحل يجيب له تاكسي اجره، بس الراجل قال له مفيش عربيات قريبه من هنا. بعدين البياع سال سيو هل انت استخدمت المثلث؟ فقال له اه. فبدا يكلمه عن البيت، وان هو قبل ما يكون بيت كان بيت تاني، وقبل ما يكون بيت تاني كان برج، وان الشيطان هو اللي عمل البرج ده علشان يجمع الارواح، بس مش اي ارواح، الارواح اللي بتعمل خطايا بس. وكان كل ما المبنى بيتدمر كان البيت بيعيد بناء نفسه. وبعدين البياع قال له انك تفضل في البيت ما فيهاش مشكله، وبعدين قفل في وشه. الاب والابنه بيلبسوا وخرجوا بالليل وبيحاولوا يمشوا لحد ما يخرجوا من المدينه. وهم ماشيين بنته شافت ظل تاني في البيت. سيو برضه شاف الظل وشالها وبدا يمشوا في الليل. كان في صوت حيوانات بس هو غير مهتم غير انه يمشي من المكان. المهم بعد ما مشي كتير اكتشف انهم ماشيين في داير وبتنتهي لحد ما توصلهم لنفس البيت. على الرغم من ان بنته مش عايزه ترجع البيت، فابوها قال لها انهم ما عندهمش اختيار تاني ولازم يدخلوا لحد ما انا وامها تيجي. الاتنين دخلوا حاولوا يناموا، بس في فلاش خدهم صوره قبل ما سيو يقفل عينه، وسمع صوت الحنفيات بتاعت البانيو بتشتغل، فراح يقفلهم بس اتقفل عليه باب الحمام وكأن في حاجه بتفصله عن بنته. ولما فتح الباب لقى نفسه في ممر قديم وينتهي ببانيو مليان ميه على اخره، واتفاجئ بالست اللي طلعت مره واحده وهجمته لحد ما وقع. وبعدين في فلاش تاني ظهر، فسيو جري في الممر لحد ما وصل لمكتب وشاف نفسه بيكتب في يومياته. وخد لي بالك هنا بقى مشاهد، شاف نفسه لما كان بيكتب في يومياته في اول الفيلم، استنى لحد ما نفسه طلعت لبره، قام هو كتب لنفسه في المذكرات ان انت لازم تغادر من هنا، وان لازم يسيب المكان في اسرع ما يمكن. ودي الرساله اللي هو شافها في اول الفيلم، واتهم مراته بالخيانه. بعدين يشوف مشاهد لعيلته وهي بتوصل البيت لاول مره، بس ما كملش في الشوف لانه جات له مكالمه تليفون من ستار، والستار بيقول له انت ما تقدرش تهرب من البيت. بعدين في فلاش تاني ضرب ويوقف الوقت والزمان، فقام خدها جري وبدا يطلع على السلالم لحد ما طلع وقابل ستار، والستار قال له انه محتوم عليك تفضل في البيت ده للابد بسبب خطاياك. فسيو ما سمعش الكلام ونزل في ضرب. ساعتها الراجل قال له بنتك محكوم عليها تتحمل خطايا، وبدا يتضح اكتر لما ستار قال له ان صعب تعيش كالمرايه، واللي يطلع ان ستار هو سيو بذات نفسه، والشيء اللي مخلي سيو بيعاني هو نفسه برضه. فسيو حس ان مفيش امل، فقام قابل بنته من تاني، والله برغم كل اللي بيحصل الا انه بيحبها. سيو وبنته خرجوا بره البيت عشان يقابلوا مراته، بس هو ما رماش عليها السلام، حط بنته في العربيه وقام بسها في دماغها. فمراته قالت له يلا عشان تمشي انت كمان. قال لها ان هو بينتمي للمكان ده، وان هو اللي ساب مراته فعلا تنام في البانيو وكان يقدر ينقذها، بس رفض ينقذها لان هو كان بيكرهها، وقال انه ندمان وانه كان لازم ينفصل عنها بدل ما يسيبها تموت. بس يعمل الندم. سيو قعد لوحده في البيت ليظهر ان هو الظل اللي كان موجود في البيت من اول الفيلم، وكان هو الشخصيه اللي بتظهر لبنته، وهو اللي كان بيحذر نفسه. والفيلم بينتهي. على اليمين يا مشاهد انت دماغك لف، بس ما تقلقش، في شويه دحيحه بيتابعوا العبد لله انتش الفيلم الصعب من هنا وهم يفهموه، بتلاقيهم كاتبين شرح الفيلم تحت في الكومنتات، فشوف الرجاله دي تحت. غير كده انا ابغى اللايك. تنتظرني في فيديو قادم زي ده. سلام يا مشاهد. لو سمحت عاد تفتح الباب ولا اسوي فضيحه؟ اسوي فضيحه؟ يا لهوي! اسكت اسكت اسكت. الفضيحه والله بعض ايدك باسناني. والله العظيم اني تعبانه بارقد. والله انا اقول لك لو ما خلتني نرقد اليوم داخلني والله لا اسوي لك فضيحه ويطردونا من الفندق. قول اتحدى قول. اتحداك. سير الحال عليه. سير. شو تسوون؟ انت اللي تحددنا صح؟ وتحمل الموضوع. مبند الليل. سوري اي ابولوجايز. ها شباب لوبي شباب والله متصلين في سكرتي ورب الكعبه. انت تحديت انت اللي شباب ورب الكعبه. شباب ورب الكعبه سكرتي قسم بالله سوى 3 عابد والله العظيم واجذب راس امي واجذب. شباب والله سكرتي جسم ورب الكعبه سكرتي وراس امي والله العظيم. اكو قاعد هناك يتكلم بالوكي توكي. جسوم تخيل ترجع سبت هالموضوع السخيف، ترجع عند صدق والله عاد يردونك. شو بتسوي بعدين؟ عاد بغير مكاني. سي غير مكانك. وين رايحين هاي؟